السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكلمكم النهاردة بقى عن الإنجليزي، طريقة مذاكرته الصح، وإيه الأخطاء اللي وقعنا فيها للأسف عشان انتوا ما تكررهاش، سواء انت كنت ضعيف في المادة سنة أولى أو تانية، لأن ناس كتير بتقول لي كده، أو لا كويس فيها، فتابع معانا الفيديو. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، دي المادة الوحيدة اللي أقدر أقول لكم فيها لا روحوا سنتر، لأن ديت محتاجة يكون في تفاعل بينك وبين المدرس. لازم يكون هو متابعك في الحفظ. بالظبط. انت لازم تروح عند مدرس يكون تفهم منه كجرامر، وطبعا مهتم جدا بحفظ تسميع الكلمات، ويكون برضو بيحل معاك كتير. هنتكلمكم بقى دلوقتي عن ازاي نذاكر الانجليزي. اولا الكلمات بقى ناس كتيره قوي تشتكي منها، لان انا يعني طبعا كنت متابعه مع دفعه السنه اللي فاتت، يا دعاء انا مش بعرف احفظ الكلمات، انا بسرح وانا بحفظ من هنا الاقي نفسي بكره نسيت كل حاجه وهكذا. طبعا هي يعني مش مشكله اللي هو لشخص بعينه، هي كانت مشكله عندنا كلنا اصلا، وخاصه الناس اللي مش بتحب الحفظ او مش حفيظه يعني. تمام. فدي حلها ايه؟ انك تحفظ بالورقه والقلم. تمام. تمسك كده الكشكول، تسمع لنفسك بالعربي الانجليزي، تخبي مره وبعدها تسمع بقى شفوي عادي من العربي الانجليزي مره ومن الانجليزي العربي مره، لان الامتحان يا جماعه بيجي لكم اصلا بالانجليزي، فانا اصلا مضطر ان انا هترجمها بالظبط، هترجمها للعربي، فانت ما تحفظش بس اللي هو ايه كذا بالعربي يعني تسمعها بالانجليزي، لا، خبي ده مره وخبي ده مره. دي طريقه احسن طريقه للحفظ، وطبعا تحفظ بالكتابه، وخاصه الناس اللي هي ايه مش بتعرف تحفظ. طب انا بقى بسرح في الحفظ ومش عارفه ايه صراحه، يعني اوقات بيجي برضو عليا اوقات كده بقوم ماسكه الكتاب الاقيني بحفظ بصوت عالي. ليه؟ عشان اكون مركز انا بقول ايه. فطبعا الحفظ بصوت عالي برضو يا جماعه مفيد جدا جدا، لان انت كده بتستخدم الحاسه اللي هو السمعيه في نفس الوقت برضو البصريه، فالموضوع بيثبت معاك اكتر. طب لا لقيت نفسك سرحت اكتر مش عارفه ايه، احيانا اقوم ماسكه الكتاب الاقيني رايحه جايه كده في الاوضه بحفظ عادي، واللي هو مش هقعد غير لما احفظ التارجت ده، فاللي هو ايه كاني بذنب نفسي يعني لحد ما احفظ. وعلى فكره بتنفع جدا يعني. فانت اعمل اي طريقه تحفظك، بس المهم يعني اللي هو ما تعديهاش كده، احفظ الكلمات كانك بتحفظها لاخر مره. واهم حاجه طبعا المراجعه المستمره، لان احنا اصلا لو احنا ما راجعناش حرفيا فعلا الكلمات بتتبخر. اكتر حاجه بتتبخر في الانجليزي هي الكلمات، فانت لازم تراجع باستمرار. يعني مثلا خدت خلاص الوحده الاولى ودلوقتي الوحده الثانيه، اعمل حسابي في خلال الوحده الثانيه اكون انا راجعت الوحده الاولى مرتين. طب انا خلاص وصلت الوحده الثالثه، في خلال الوحده الثالثه اكون مراجعه انا الوحده الاولى والوحده الثانيه وهكذا. بالنسبه بقى للجرامر، انت لازم تكون طبعا فاهمه كويس، وما تقعدش تكتب. يعني مبقاش بقى في كشكول للجرامر، لا، انت فعلا في ناس بتضيع وقتها في كده اصلا. ايوه، لا طبعا، يعني خليك انت تكون كاتب النوتس بس، ما تبقاش كاتب طبعا كل حاجه. يكون معاك طبعا كتاب مخصص، هو كده كتاب الجرامر يعني، بس تبقى فاهمه كويس. وطبعا لازم تطبق عليه، ما ينفعش تحفظه كده او تذاكره وخلاص. لا طبعا في جزء برضه في حفظ وفي جزء فهم، فانت اللي فهم تفهمه، والحفظ تحفظ وتفهمه برضه. وفي برضه حاجه من الحاجات الزياده يكتبوها احسن في المصدر اللي هم بيذاكروا منه، عشان في ناس بتكتب مثلا في كشكول مخصص مش ويجوا بقى في اخر السنه اللي هو تشتت تذاكر منين ولا منين. لا، خليها مصدر واحد وخلاص. ندخل بقى على الترجمه والمتحرر، وحرفيا ده اكتر حاجه لازم تهتم بيها اصلا في الانجليزي يا جماعه. الانجليزي الدرجات بتاعه الامتحان اصلا اغلبها بتبقى على المتحرر والترجمه والسكيلز والمقال، يعني ما تهتمش بس بالكلمات والجرامر وخلاص كده، لا انت كده حرفيا ما تاخدش درجات اصلا. فنتكلم اول حاجه عن الترجمه صراحه هي سهله، بس مع الوقت مع كتر الحل. يعني انت لو انت ما كنتش بتحل فيها كتير في سنه اولى وثانيه في الاول هتلاقي صعوبه مش عارف تترجم وهكذا، لكن مع الوقت بحل كتير هتقدر ان انت تفهم ازاي تستبعد. هتلاقي مثلا ايه اللي هو ابسط حاجه خالص لما بلاقي نفسي اصلا ده كانت احلى حاجه في الامتحان. انا اصلا لما كنت بلاقي نفسي اللي هو مش عارفه احل ترجمه خالص، الاقيني 3 كلمات شبه بعض كانت بتتحل في الاخر، والكلمه اللي هي البعيده الاقيني شلتها. بس طبعا ده يعني هزار طبعا، اكيد لا مش تعمل كده. انت بتكون برضو عارف معنى الكلمه، ومع كتر الحل هتعرف الكلمه دي معناها ايه وتختار صح يعني من الاول وبس. وهي جميله ولذيذه ومضمونه، يعني هو اصلا 8 درجات، ف يعني مضمونين ان شاء الله. ما تنسوش حته اللي هو الكلمات اللي تقابلكم لازم تكتبوها، يعني بالزبط. مش بس مجرد ان انتوا بتحلوا خلاص كده، مش ده عامه المتحرر والترجمه لازم تطلعوا الكلمات وتكتبوها عندكم وتحفظوها اول باول طبعا. بالظبط. بعد كده المتحرر طبعا ده اكتر حته في ناس كتير قوي، مش ناس كتير، احنا ذات نفسنا كمان كلنا يعتبر بتبقى بالنسبه لنا مشكله. فانت هتحل المشكله دي بان انت هتحل كتير
مش بس تحل، لا انت تطلع الكلمات زي الترجمه كده بالظبط. هتطلع الكلمات اللي هي صعبه بالنسبه لك او ما تعرفهاش تكتبها في الكراسه. ويا جماعه اهم حاجه ما ينفعش اللي هو انت تكتبها كده وخلاص، لا انت تذاكرها اول باول تحفظها. يعني احنا كنا بنسيبها، يعني مش بنسيبها اللي هو يعني كنا بنحفظ شويه ونسيب شويه، مش منتظمين عليها. ما انت كنتش حط اول لك باول. تارجت معين كل اسبوع وكل يوم، حتى ممكن كل يوم 3 كلمات بس، على فكره عادي. انا كنت ساعات بعمل كده، كل يوم 3 كلمات مثلا ولا حاجه تحفظهم كويس. اليوم اللي بعده تراجع ال3 كلمات بسرعه وتدخل على ال3 كلمات اللي بعدهم وهكذا. مش كل شويه بقى ايه لا الاسبوع الجاي، لا هبدا الاسبوع خلاص، الجاي، لا. حرفيا لو سبتهم مش هتبدا. او اصلا كمان انت ممكن لما وانت بتحل القطعه في وقتها تطلع الكلمات وتذاكرها وقتها، هتبقى اصلا لسه في دماغك وانت لسه بتحل القطعه. فده هيبقى بالنسبه لك عندك حصيله لغويه كبيره جدا وهتنفعك اصلا كتير. بالظبط. وطبعا غير في الكتب اللي هتبقى معاك، ايا كان الكتاب بيبقى فيه اصلا كلمات ترجمه انت تحفظها برضو زي الكلمات اللي انت تطلعها من القطع كده، ويبقى عندك حصيله لغويه كبيره. لازم طبعا ما ينفعش يعني ما تعديش اسبوع لما تكون حفظت صفحه مثلا منهم. اكيد. والنوتس برضو يا جماعه، النوتس مهمه جدا جدا في الانجليزي. يعني عايزه اقول لكم ان بيجي منها اصلا كمان عن الجرامر وكده، فلا اهتموا برضو بالحوار ده. يعني يا جماعه عايزه بس الحته بتاعه الكلمات والجرامر بتاعه الوحدات ده اصلا جزء بسيط جدا من الامتحان. ده بس كم جمله جرامر وكم جمله كلمات بس، الباقي كله ايه قطعتين وترجمه ومقال. كل الحاجات دي كلها على درجات اكتر اصلا، فلازم تهتموا بيها من اول السنه. بالظبط. نتكلم بقى عن السكيلز برضو فرع يعني مهم جدا جدا، لان برضو بيجي عليه درجات كويسه، وهو بس محتاج حل كتير. هو علامات الترقيم والحاجات دي كلها بس محتاج ان انت تكون فاهمها كويس وتحل عليها كتير وبس، يعني مش بتكون صعبه قد كده يعني. بعد كده المقال ده مش من دلوقتي برضو، حاول تحل من دلوقتي. كل اسبوع مثلا تاخد لك واحد. على اخر السنه اصلا هتلاقي نفسك يعني اللي هو خلاص انت كتبت كتير قوي عن المواضيع، وما تقعش في الحته اللي احنا وقعنا فيها. احنا حرفيا كناش بنحل خالص مقال. انا حرفيا ممكن خلال السنه كلها ما حلتش غير 10 بس مثلا بس او اقل. وكنا كمان بدانا متاخر قوي، اللي هو كنا كل مره بنكسل، لا خلاص خليها المره الجايه. كنا لسه بقى في الاول فما كناش مهتمين قوي بالموضوع ده. انما لا، انتوا حلوا من دلوقتي عشان هتلاقوا نفسكم. انا حتى كنت داخله الامتحان يعني انا عارفه هكتب ايه وكده، بس برضو خايفه لا يجي مقال ما اعرفش اكتب عنه، لان انا ما كتبتش كتير عن المواضيع عكس العربي. لا على العربي صراحه انا حليت كتير جدا، فكنت داخله اللي هو انا ضامن العربي. فانا عايزاكم تكونوا داخلين الامتحان مطمنين كده ان انا ان شاء الله اللي هيجي انا هعرف احل مقال هضمنه. طبعا الدرجه بتفرق، عشان كده اهتموا بيه من الاول. اسبوع ما يعديش غير لما تكون حل ايه، او اسبوعين حتى في الاول كده، واحد كل اسبوعين، وبعدها كل ما تدخل بقى في المراجعه زود. ده اصلا لوحده يديلكوا ثقه ان انتوا خلاص كتبتوا كتير، فممكن اي موضوع من اللي انتوا كتبتوه ده يجي. انما لو حاجات قليل طب ممكن حاجات هتخاف جديده قوي تيجي، فانت لا. بعدين هم 6 جمل بس، فاصلا الموضوع سهل قوي. هتبقى حاجه اصلا بسيطه كده في الامتحان، مش هتاخد منك حاجه يعني ان شاء الله. كده كلمناكم عن طريقه المذاكره وازاي تمشي الانجليزي صح من اولها. ودلوقتي عايزه بس اكلمكم يعني عن تجربتنا في سنه حدوثه 24. احنا كنا بننزل درس عند مدرس هنا عندنا كان شاطر جدا يعني وبنفهم منه، واشتركنا بس اونلاين عشان يعني نزود الحل اكتر. فاحنا يعني بنرشح اونلاين مستر وائل ميلاد صراحه، يعني من اكتر المدرسين اللي حلوا كميه اسئله كتيره جدا. كتابه يا جماعه كان قد كده بالظبط كده، هو كتير جدا وكان مليان اسئله، يعني اسئله من كتب مختلفه كمان، معاصر وجيم واي 1 وسينيور، كان كتير. فصراحه ما كنتش محتاجه ان انا ازود حل عن الكتاب ده. ومستر وائل ميلاد برضو كان بيحل كل الاسئله دي، ما كانش يعني بيسيبنا ان احنا نحل لوحدنا. وكان برضو مهتم بالسكيلز والقطاع، كان بيحل قطاع كتيره جدا، ما كنتش انا محتاجه ان انا احل مع نفسي اكتر. وبس ده كان تجربتنا اول السنه يعني. فاللي عايز يشترك مع مستر وائل ميلاد كويس جدا، هيحل معاكم كميه كبيره وكتابه كفايه قوي، فانتم هتلاقوا نفسكم اصلا الانجليزي كده في ايدكم وهتحلوا كتير، مش محتاجين حاجه زياده وان شاء الله. بس اهتموا برضو بالاسئله اللي بتنزل، يعني مثلا حلوا الاختبارات بتاعه الترجمه اللي بتنزل كتير قوي. ايوه، بتنزل معاكم قطع ترجمه زياده عن الكتاب بتاعه كمان، هتلاقوا نفسكم اصلا. فانت ما تعديش الامتحانات دي عشان خاطر هي بصراحه بتقويك. انا بس صراحه كنت بعدي بنك الاسئله لاني كنت لا كانت كتيره قوي صراحه، كانت فوق طاقتي، فما كنتش بقدر ان انا احلها. لكن كنت بحل بقى اللي هي امتحانات على كل وحده، امتحانات اللي هي على الوحدات عامه يعني، والشوامل، واللي هو القطع السكيلز الترجمه. كانت حلوه قوي كان. بالظبط. ان شاء الله ماده الانجليزي تكون سهله بالنسبه لكم وما تبقاش حمل عليكم يعني طول السنه.
وان شاء الله نكون فدناكم بالفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.